مرحبا بكم في رأس بارتيل أو كاب بارتيل. ثمن دخول الكابس بارتيل كاين جوج تذاكر، كاين 20 درهم وكاين 50 درهم. 20 درهم كتدخلوا فيها زياره للمكان الداخل، الحديقه الداخل، وزياره للمتحف. وإلا بغيتو تطلعوا لهاد المناره كتشوفوا الفوق وتشوفوا البحر من الفوق، يعني تدخلوا وسط المناره الفوق وتطلعوا 50 درهم. كابس بارتيل هي منطقة تلاقي البحرين، البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الأطلسي. هو هذا المنظر اللي كتشوفوه دابا قدامكم. هذه الدخلة ديال المتحف. في عهد محمد الرابع كان المغرب يتعرض لضغوط أوروبية كبيرة من أجل تأمين الملاحة في مضيق جبل طارق، حيث كان الممر البحري القريب من السواحل المغربية يعتبر مقبرة للسفن بفعل التيارات البحرية القوية والأجراف الصخرية. لم يكن المغرب آنذاك يتوفر على أسطول تجاري وعسكري وبدون أي منارة بحرية. أمام تكرار حوادث، طلب القنصل الأمريكي في طنجة سنة 1849 من الحكومة الأمريكية تثبيت قطعة بحرية عسكرية في الساحل المغربي لدعم ونجدة السفن الأمريكية. هذا الطلب حرك حفيظة القوى الأوروبية التي كانت لها أطماع استعمارية في المغرب. في 1850 بادر القنصل الفرنسي في طنجة إلى الضغط على السلطان المغربي لإنشاء منارة بحرية تطل على مضيق جبل طارق. في 1931 زودت المنارة بعدسة بصرية بقوة 20,000 شمعة، وبين 1933 و 1937 تم تزويدها بأجهزة تنبيه صوتي للاستخدام في الأجواء الغائمة. وفي سنة 2013 أصدر بنك المغرب عملة ورقية من فئة 200 درهم فيها رسم لمنارة رأس بارتيل. مش مشكلة قادمة. هذا هو الكافي اللي كاين لداخل. ما عقلش صراحه الاثمنه باش نقولهم لكم، ولكن اثمنه عاديه. فيها الجليسه اللي كتشوفوا انا صورتها لكم الفوق باش تبان مزيان.
جلسة فيه رائعة مقابلة مع البحر وهدوء والفريخات. وكاينة جلسة الفوق هنا نصورها لكم. اذا وصلنا لنهايه فيديو اليوم، ولكن مازال ما ساليناش الجوله ديالنا في مدينه طنجه. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، غادي نوريكم المزيد من المعالم السياحيه اللي يمكن لكم تزوروها الا جيتوا لهذه المدينه الجميله. اذا كما العاده ما تنساوش اشتراك وتفعيل الجرس والجيم والبارطاج وكلشي، ونخليكم على خير الى فيديو لاحق بحول الله. كونوا في الموعد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.